السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بحضراتكم في البيت الكبير، ومع فزورة جديدة من فوازير عم محروس حول العالم. كل يوم رحلة جديدة ومعلم جديد وتحدي يخليك تفكر وتشغل دماغك. فزورتنا النهاردة هتاخدنا لقارة آسيا، وقبل ما نروح لآسيا تعالوا نعرف حل فزورة امبارح، واللي هي كانت الكولوسيوم الروماني، وهو عبارة عن مدرج بيضاوي الشكل بيقع وسط مدينة روما، وبيعد أكبر مدرج روماني بني على الإطلاق وأكبر مدرج قائم في العالم. والمكان ده بيعتبر واحد من مواقع الجذب السياحي الأكثر شعبية في روما الحديثة. يلا بينا نشوف اللي حلوا الحل الصحيح، نشوفهم قالوا ايه في التعليقات، ونشوف اللوجو قنواتهم. يلا بينا قبل ما نبتدي فزورتنا النهارده. حبيت انوه تنويه بسيط بعد اذن حضراتكم. انا طبعا ببتدي اسجل واعمل الفيديو واقول اسماء اللي قالوا الحل الصحيح من الساعه حوالي 4. فبعد كده اللي ينزل اسمه او يجاوب بعد الساعه 4 غصب عني ما يزعلش مني، لان يا دوبك الفيديو بينزل 6 وربع، فانا عودته 6 وربع، يبقى كل يوم هيبقى 6 وربع. فعشان انا الحق اعمل مونتاج واقول اسماء اللي حلوا الحل الصحيح واكتب التعليقات وارجع اقراها وبحضر للحلقه، فكل ده بياخد مني وقت. فانا بعتذر للي هو بيجاوب بعد ما بنزل الفيديو الجديد. ربنا يعزكم ويبارك فيكم. هنبتدي بقناه مروه فتحي بنت عز. يوتيوبر مروه بتقول اسم المعلم هو الكولوسيوم، هو اشهر ساحه دمويه بايطاليا، وايضا كان يعرف بالمسرح المدرج. سؤال مهم ومعلومات ممتازه، وبتضحك، ربي يدوم ضحكتك. وقالت مش هقول صعب. طيب، لاني عرفت احله بسرعه وانك مبسوطه، ربنا يديم الانبساط والسعاده عليك يوتيوبر مروه. عندي قناه كروشيه وميات ام عبده. يوتيوبر ام عبده بتقول المعلم هو الكولوسيوم، وبيوجد في اوروبا ايطاليا، وهو مدرج روماني ضخم بني قبل حوالي 2000 سنه. بدأ بناؤه سنه 72 ميلاديا في عهد الامبراطور فيسبازيان. معلومه حلوه دي يا يوتيوبر ام عبده، ربنا يعزك ويبارك فيكي. عندي قناه مطعمي جنة نونو. يوتيوبر مها، تحياتي لك يا برنس البرنسيس. رجعنا تاني كانت اختفت عنها فتره ما كنتش بتقولها، فالحمد لله انا رجعتها تاني. بتقول احنا طلعنا على العالم، احنا خلصنا على العالم اسف، احنا خلصنا على المعالم العربيه وطرنا بطياره عم محروس وانتقلنا للعالميه. وبتضحك، ربي يدوم ضحكتك يوتيوبر معاها. بقى مشهور عم محروس ما شاء الله يا رب. هو مدرج روماني ضخم بني قبل 2000 سنة، ويوجد في روما إيطاليا، وكان في عهد الإمبراطور فيسبازيان. ويا رب تطلع صح. وبتضحك، رب يدوم ضحكتك، وطلعت صح. عندي قناة الكلام الجميل. يوتيوبر أحمد بيقول مساء الخير يا برنس. مساء الفل يوتيوبر أحمد. الحل هو ساحة الكولوسيوم في إيطاليا. ربنا يعزك ويبارك فيكم، كل سنة وأنت طيب يوتيوبر أحمد. قناة عالم الشورتس. يوتيوبر مصطفى من المغرب قال كولوسيوم موجود في ايطاليا، في روما في ايطاليا، وهو مبنى قديم جدا. ربي يعزك ويبارك فيك ورمضان كريم. عندي مطبخ ام حسام. انا فرحان قوي ان يوتيوبر ام حسام ابتدت تشترك معانا في الاجابه. ربي يعزك ويبارك فيك ورمضان كريم. قالت الكولوسيوم وهو مدرج الكولوسيوم ومدرج روماني ضخم بوسط روما. عندي قناه نصائح عامه. يوتيوبر نصائح عامه بيقول موجود من اكثر من 2000 سنه كولوسيوم في ايطاليا. تحياتي لحضرتك واهل البيت الكبير، رمضان كريم عليكم وعليك يا ست الكل، وربنا يعزك ويبارك فيكي. عندي قناه مروه بنت عز. يوتيوبر مروه، سؤال جميل جدا، عرفت الاجابه بسرعه. اسم المعلم هو الكولوسيوم، والموقع ايطاليا. ربي يسعدك ويوفقك ويحفظك وربي يبارك فيكي ويعزك يوتيوبر مروه. انا مش عارف ايه اللي خلاني اختار المعلم ده، كولوسيوم ولا كولوسيوم اسمه، يلا مش مشكله. ومعانا قناه سهام من قلب الجزائر. يوتيوبر سهام، ادي الاشعارات وصلت لك يا يوتيوبر سهام، الحمد لله رب العالمين. قالت منور يا اطيب خلق الله، رمضان كريم مبارك، كل سنه وانت طيب. وانت طيبه يا ست الكل. فوزير عم محروس رائعه، استفدت من اجابات زملائي وزميلاتي اليوتيوبرز، وبارك الله فيك يا برنس بيت العيله الكبير.
على محتوى قناتك التثقيفي الهادف. ربي يعزك ويبارك فيك يا رب العالمين. تحياتي لكل أهل بيت العيلة الكبير. أكيد أهل البيت الكبير كلهم بيبلغوك تحياتهم ويقولوا لك كل سنة وانت طيبة. صرح أو معلم الإمبراطورية الرومانية، معلم كولوسيوم، متواجد في دولة إيطاليا. ربنا يعزك يوتيوبر سهام. عندي قناة رحمة الرحمن. يوتيوبر رحمة الرحمن قالت هو مرج روماني ضخم. الكولوسيوم إيطاليا يقع في قلب روما، ويعد أعظم المعالم التاريخية في العالم. بني بين عامي 70 ل 80 ميلادي في عهد الإمبراطور فيسباسيان، وأكمله ابنه تيتوس. مكان بيتسع ل 50 إلى 80 ألف متفرج. كان بيستخدم لمعارك المصارعين والعروض القتالية، ورغم الزلازل والسرقات عبر القرون ما زال واقفا شامخا منذ ما يقرب من 2000 سنة. موفق إن شاء الله يا برنس. مع تحياتي لأهل البيت الكبير، تحياتنا ليكي. وبتقول معاك دايما إن شاء الله يا برنس. ربي يعزك ويبارك فيكي. وأنا أسف على التأخير على عم محروس في وزير رمضان. مفيش أسف، كلنا أهل، وانت من اهل البيت. يلا بينا نشوف لوجو القنوات. يلا. وجه ميعادنا دلوقتي مع فزورة النهاردة. فزورتنا النهاردة أو المعلم اللي احنا عايزين نعرفه النهاردة، مبنى أبيض بالكامل واقف في هدوء على ضفاف نهر. لما الشمس بتطلع عليه الصبح لونه بيميل للوردي، ولما بتغرب بيتحول للذهبي، وفي ضوء القمر بيبان فضي. المعلم ده ما اتبناش علشان ملك يعيش فيه، ولا عشان يبقى قصر للحكم. المعلم ده اتعمل عشان قصة حب. امبراطور كان بيحب زوجته حب شديد جدا، ولما توفيت أثناء ولادتها قرر يخلد ذكراها بمعلم يفضل شاهد على الحب ده قرون طويلة. استغرق بناء هذا المعلم حوالي 22 سنة، واشتغل فيه أكتر من 20 ألف عامل وفنان ومهندس. وجه ميعادنا دلوقتي مع فزورة النهاردة. فزورتنا النهاردة أو المعلم اللي احنا عايزين نعرفه النهاردة، مبنى أبيض بالكامل واقف في هدوء على ضفاف نهر. لما الشمس بتطلع عليه الصبح لونه بيميل للوردي، ولما بتغرب بيتحول للذهبي، وفي ضوء القمر بيبان فضي. المعلم ده ما اتبناش علشان ملك يعيش فيه، ولا عشان يبقى قصر للحكم. المعلم ده اتعمل عشان قصة حب. امبراطور كان بيحب زوجته حب شديد جدا، ولما توفيت أثناء ولادتها قرر يخلد ذكراها بمعلم يفضل شاهد على الحب ده قرون طويلة. استغرق بناء هذا المعلم حوالي 22 سنة، واشتغل فيه أكتر من 20 ألف عامل وفنان ومهندس. الرخام الأبيض اللي اتبنى بيه المبنى ده اتجاب من مناطق بعيدة جدا، وكانوا بيستخدموا أحجار كريمة للتزيين زي الفيروز والعقيق. المبنى مش مجرد قبة وخلاص، ده تصميم هندسي دقيق جدا. لو بصيت عليه من قدام هتحس انه متماثل تماما يمين وشمال. كل حاجة ليها مقابل. باب قدامه باب، شباك قدامه شباك، وفي النص تحت القبة الضخمة مدفون الإمبراطورة، وجنب منها مدفن الإمبراطور نفسه بعد وفاته. وفي قصة بتتقال إن الإمبراطور كان ناوي يبني معلم تاني اسود اللون على الناحية التانية من النهر، لكن ما قدرش يكمل المشروع. المكان ده أو المعلم ده بيستقبل ملايين السياح سنويا، وبيتصنف على إنه من عجائب الدنيا السبع الحديثة. وفي أوقات معينة السلطات بتمنع العربيات حوالينه علشان تحافظ على لونه الأبيض من التلوث. السؤالنا بقى، ايه اسم المعلم ده وفي انهي مدينة موجود؟ اكتب اجابتك في التعليقات، ونشوف بكرة فزورة جديدة اقوى
مع عم محروس حول العالم. اشوفكم بكره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.